بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن الكشري الاسكندراني او الرز بالعدس الاصفر بطريقة سهلة كده وبسيطة، وما ياخدش معاكي وقت خالص بدون تعب، واهم حاجة ما يكونش متعجن معاكي ويطلع معاكي بمقادير مظبوطة. مقاديرنا بقى عبارة عن كوبايتين من الرز المصري بمقدار نص كيلو من الرز، معاهم كمان كوباية من العدس الأصفر بمقدار ربع كيلو من العدس. تقدري تزودي مقدار الرز، ممكن يكون 3 كوبايات من الرز معاهم كوباية من العدس. خلاص بخلط الاتنين كده مع بعض كده خلطة كويسة كده. بقى الرز والعدس بقوا جاهزين معايا، بجيب إناء واحطه على النار، بنزل فيه معلقة كبيرة من الزيت، وهنزل كمان ب3 قطع من الزبدة. هستنى كده لحد ما الزبدة تسيح، هكون انا بقى غسلت الرز كده مع العدس، وابتدي بعد ما اغسله ان انا احطه على مصفى يتصفى من المية. ده كده العدس اللي انا غسلته اهو. هبتدي ان انا اضيف بقى العدس كده على المادة الدهنية. بعد بقى ما ضفنا كمية الرز كلها، هبتدي ان انا اخلط الرز ده كده مع المادة الدهنية عشان كله كده يمتزج مع بعضه، واديه بقى تشويحة كويسة جدا على النار. هبتدي كمان ان انا اضيف له كده معلقة من الملح، وهديله كده رشة من الفلفل الاسود او الابيض المتاح عندك. بعد كده هديه تشويحة كويسة لحد ما احس ان نكهة الرز والعدس كده بقى وانا بشوح طالعين كده معاكي. بتكون كمان مسخنة مية كده على النار عشان هنبتدي ان احنا نزود الرز بتاعنا بمية سخنة. كده انا زودت بقى الرز بالعدس اهو زي ما انتم شايفين. بديه كده تقليبه عشان اشوف اذا كان الميه كده مظبوطه ولا لا. حسيت ان هو عاوز حبه ملح، اديته حبه ملح وزودته حبه ميه. مستوى الميه بيكون فيه مستوى الرز على طول باقل من عقله الصباع. خلاص بعد كده بسيبه على نار عاليه، بغطيه طبعا، بس انا سايباه كده مكشوف عشان اوريكي لحد ما الميه كلها تتشرب ويبتدي الفقاقيع تبقى صغيره جدا. ببتدي ان انا اغطي وهدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي على راحته. هنا بعد مرور 10 دقايق بقلبه بس كده. عايزه اوريكي ان هو بصي مش لازق ولا في اي حاجه خالص وزي الفل معانا اهو، بس هو لسه طبعا ما استواش. هبتدي ان انا اغطيه تاني واسيبه يكمل سواه. هبتدي ان انا بقى احمر البيض بتاعي اللي انا كنت سلقاه في حبه من الزبده كده، بحيث ان هو ياخد بس معايا كده لون عشان انا هقدمه على الرز الاسكندراني بتاعنا. ده كده الرز بعد بقى ما كده استوى، وبصوا بقى حبايه من حبايه وفي منتهى الجمال. ببتدي ان انا اقدمه في طبق التقديم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي ان انا احط على وشه من فوق البيض المسلوق اللي احنا كنا محمرينه. الطريقه سهله وبسيطه جدا، ومش قادره اقولك في منتهى الجمال، ما بياخدش معاكي ثواني. تقدري تقدمي بقى معاه بتنجان مخلل، طماطم مخلله، تقدري كمان تقدمي معاه السلطه البلدي بتاعتنا. بصراحه هو يمشي معاكي، واكل خفيفه وسهله وطعمها في منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.